تمام. هو كده دي بس كلها مكونات التمر اللي هو الصناعي، طبعا مش صحي خالص ومش مستحب، بس انا اولادي طبعا بيحبوه جدا، ولو عملت التاني ما بيشربوش. فانا بعمل ده وبعمل ده، وبحاول بقدر الامكان ان انا اقلل لهم منه قوي، يعني مش بحمل منه كتير. فانا هعمل بقى كده برطمان وهحطه بقى، علشان ايه؟ طبعا لما احتاج بيبقى موجود عندي. هقلبه بقى كويس جدا، واشرب كده كل حبايات السكر بالحاجات اللي احنا حطيناها مع بعض. انا طبعا برضو جايبه تمر طبيعي اللي هو دراهم ده، ده تمر طبيعي خالص، هو ده التمر الحلو، هو ده الصحي. طبعا برضو هعمله، بعمل من ده ومن ده، بس على قد ما بقدر ان انا بعمل لهم الطبيعي اكتر والعصاير الطبيعيه اكتر. تمام. انا كده قلبت التمر وهعبيه بقى كده في برطمان علشان اعمل لهم برضو منه دلوقتي. هعبي بقى التمر كله في بعتذر لكم طبعا لو لقيته كل شويه كحه، لان انا لسه صدري تعبان جدا ولسه تعبانه والله، فانا كل شويه كده تلاقيني نفسي بيروح مني وبكح كل شويه. عبيت بقى التمر اهو، وهعمل بقى التمر الطبيعي ده هعمله ان شاء الله نقعد بقى بالليل علشان نعمل منه تاني يوم. وغسلت هنا بقى شويه من البلح عشان نعمل الخشاف بتاعنا، طبعا اساسي اساسي كل يوم الخشاف والعرق سوس، هم دول الاساسي عندنا يوميا بيبقوا متواجدين. فانا هنا هعمل بقى الخشاف بتاعي النهارده بقمر الدين. ممكن كنت ساعات بعمله باللبن وساعات بعمله بقمر الدين. النهارده هقطع بقى كده قمر الدين في حبه من الميه علشان اعمله بقمر الدين النهارده. لو انت عايزه تعمليه باللبن هتنقعي البلح في اللبن، وتنقعي معاه بقى طبعا اي حاجه عندك، قراصيه تنقعي معاه، مشمشيه، تين، المتوفر عندك تنقعيه في الميه، وبعد كده بتصفيه من الميه قبل الفطار وتضيفيه على الحليب. تمام. ده كده لو بالحليب. انا النهارده هعمله بقمر الدين، فانا حطيت ميه وحطيت قمر الدين. قمر الدين ده هيدوب ان شاء الله، وهيدي طعم حلو قوي ان شاء الله، يبقى زي العصير كده في قلب الخشاف. حابه اضيف زبيب، جوز هند، زي ما انت عايزه. انا حطيت هنا حبه من التين قطعتهم. انا طبعا ما عنديش مشمشيه ولا قراصيه، فمش مشكله خالص. حطيت 3 معالق من السكر وقلبتهم، وادي الخشاف بتاعنا جاهز. ادخله التلاجة هو، وهعمل كمان شفشق تمر عشان ندخله كمان التلاجة، وهنعمل كمان عرق سوس، لان العرق سوس ده برضو اساسي عندي كل يوم في رمضان. هشيل بقى الخشاف ده في التلاجة، وهعمل دلوقتي معاكم العرق سوس. هنا معايا كربوناتو وحبه من العرق سوس، حطيت عليهم معلقه صغيره اللي هو حوالي ربع معلقه كربوناتو، وهحط معاهم شويه من الميه، وهبدا كده اعجن فيهم الكربوناتو مع العرق سوس الناشف، وهطلعهم في حته فيها شمس، ويقعدوا كده حوالي 3 ساعات او 4 ساعات. طبعا ما عندكش مكان فيه شمس، بلكونه او سطح او حاجه، حطيهم في المطبخ. يعني المطبخ طبعا تملي بيبقى سخن عشان مشغلين البوتاجاز دايما، فسيبيهم في المطبخ كده من 2 ل3 ساعات، وبعد كده قبل الفطار نعملهم ونحطهم في شاشه او نصفيهم في مصفى ويبقى تمام، ونحط مكعبات التلج ويبقى تمام. هنا بقى التمر من اللي احنا عملناه دلوقتي مع بعض، حطيت كده ميه، وحطيت 4-5 معالق من التمر، ومعاهم 2-3 من السكر، وقلبتهم. وادي الخشاف والتمر جاهزين، هيدخلوا بقى التلاجة عشان نعمل الغدا بتاعنا. انا طبعا كنت محتاره، ولحد كده وانا بصور كده الفيديو انا ما كنتش عارفه هعمل ايه والله. طلعت يا دوبك لحمه وفكت، ومش عارفه هعمل بيها ايه. فكرت اعمل فته، وفكرت اعمل كده كذا حاجه، وفي الاخر رسينا بقى ايه على كبسه. عامل كبسه سعودي تحفه جدا، ان شاء الله تعجبكم. حطيت حله على النار، وفرمت بصلايه، طبعا زي ما انتم شفتوا دلوقتي كنت بفرم بصلايه كبيره، وحطيت هنا حله على النار فيها معلقه من السمنه وحبه من الزيت، وهدي كده اللحمه بتاعتي صدمه. معايا هنا حوالي كيلو الا ربع من اللحمه، حطي اي كميه انت عايزاها، كيلو بقى الكميه اللي انت عايزاها، اعمل ايه ان شاء الله نص كيلو لحمه مفيش مشكله. هقلب اللحمه واديها صدمه من الجهتين لحد ما تنشف خالص على النار، وبعد كده هضيف لها البصلايه اللي احنا بشرناها مع بعض، يا تبشريها بالمبشره او تعمليها في الكبه مفيش مشكله. كده تمام. اللحمه بتاعتي نشفت خالص، ما فيهاش فيها اي ميه خالص، قلبتها من جميع الجهات. بعد كده هنزل بالبصلايه، بصلايه تكون متقطعه قطع صغيره او مبشوره بالمبشره او بالكبه، علشان ما تبانش معاكي في الرز لما تستوي وتبقى قطع كبيره كده وتبقى مش لطيفه. هنزل كمان بجزرايه، انا برضو عاملاها في الكبه، ممكن تبشريها برضو بالمبشره. انا فرمتها في الكبه بعد ما فرمت البصل، فرمت البصلايه، الجزرايه اسفه جزرايه كبيره. هقلب اللحمه مع الجزر والبصل، كل ده لسه ما ضفتش توابل ولا ضفت ملح ولا اي حاجه. هبدا هنا اضيف بقى التوابل الخشنه بتاعتي. حطيت هنا ورق لورا، وهحط كمان عود بقى من القرفه والليمون اللومي. هنضيف كل حاجه ان شاء الله اشوفها دلوقتي. ضفت كده عود قرفه خشب، وهنا بقى الليمون اللومي ده انا عاملاه في البيت منشفاه يعني تنشيف العادي، مش عاملاه في الفرن، منشفاه تنشيف عادي خالص. سبته على صاجه، سبته على صاج كده او صينيه، سبته حوالي 2 أو 3 ايام. لما نشف بالشكل ده وعبيته في برطمان بس كده، هو الليمون العادي. وحطيت 3 فصوص حبهان، وواحدتين من الليمون اللومي اللي انا منشفاه، وبشره كده من جوز الطيب. الحاجات دي بتدي روايح مش قادره اقول لكم على الريحه تجنن. هقلب، وطبعا هضيف هنا بقى بهارات اللحمه.
بهارات اللحمه من عند العطار، قول له عايزه بهارات لحمه، بتبقى بيديك البهارات دي، بهارات مشكله بتكون تحفه، بتخلي ريحه اللحمه كده تجنن. ضفت معلقتين صغيرين خالص، يعني حوالي معلقه كبيره من بهارات اللحمه، وقلبت. لو انت عايزه تستغنى عن التوابل دي كلها، في حاجه اسمها خلطه الكبسه، بتيجي كده طبعا في اكياس، وبتيجي كمان من عند العطار، تجيب قول له عايزه خلطه الكبسه يديك جميع التوابل بتاعتها. انا ضفت هنا معلقتين برضو كبار من معجون صلصه الطماطم، تقدري تعملي تستبدليهم بحبيتين طماطم مبشورين بالمبشره او مضروبين في الكبه وتضيفيهم على طول. انا ضفت هنا معلقتين من من معجون الطماطم، وهحط كمان شفشق كبير كده من الميه، حوالي لتر ونص من الميه، وهسيب بقى فيهم اللحمه مع التوابل الجميله اللي احنا حطيناها دي. وهضيف هنا بقى ده البرطمان ده اللي هو بعمل فيه الفلفل الاسود والكمون والكزبره، دول بعملهم كلهم التلاته على بعض، فانا ضفت منهم كمان معلقه. يبقى كده ضفت كمون وفلفل اسود وكزبره جافه. كنت ناسيه طبعا القرنفل ده بيدي ريحه كده وطعم جنان، كنت ناسيه خالص، افتكرت القرنفل لما غلى، فحطيت 5 وحدات كده من القرنفل معاهم، وكمان معلقه كبيره من الكركم والكاري. طبعا انا كنت متاخره فيها شويه، قلت احطها مع الرز، وبعدين ضفتها بقى مع القرنفل لما الميه غلت. كل ده احنا ما حطيناش لسه ملح خالص، انا مش حاطه ملح ليه؟ علشان طبعا اللحمه تستوي بسرعه، لان اللحمه طبعا بتاخد وقت في السوا، فانا هسيبها اللحمه بقى تستوي براحتها خالص في الميه دي. وهنروح نعمل بقى كده شويه سمبوسك مقبلات كده بقى جنب الكبسه بتاعتنا. فانا طبعا عملتها بقى بما ان انا عندي لحمه في الكبسه، فانا مش هعملها باللحمه، هعملها بالجبن. حطيت هنا بقى ميكس جبن كده، حطيت جبنه شيدر وجبنه رومي وجبنه طبعا الموتزاريلا لقيتها ناشفه وما فكتش معايا، فانا زودت كمان رومي، وحطيت كمان جبنه فيتا، فتحت علبه جبنه فيتا عندي، وحطيت منها معلقتين 3 كده، على اساس تبقى تمسك كده الخليط في بعض وما يبقاش مفرول كده، يعني تخليه معجون كده حلو. وبدات بقى كده احشي السمبوسك بتاعتنا بالجبن. مش قادره اقول لكم، كانت حكايه بجد وسهله وسريعه. وطبعا انا هنا باجي هنا ممكن ابل صباعي كده بميه واقفل على طول، مش لازم تعملي اللي هو اللاصق اللي بيعملوه بالدقيق او كده، لا مش لازم خالص تعملي دقيق وميه، لا بميه بس كده على الحروف، وتقفلي عليها الحرف هتلزق على طول. احط كده معلقه من الجبنه، وبعد كده بقفلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واحط كده بقى امشي ميه، وراح قافله الحته اللي باقيه الاخيره بالميه، بتقفل معايا على طول. هقفل كده. طبعا انا بنزل لكم الحاجات دي علشان طبعا اللي محتاره في الاكل تعمل ايه تاخد فكره وتقدر تنفذها، لان انا فعلا كنت محتاره جدا النهارده، وبعد كده الفكره جات لي فقدرت اعملها. فاللي عايزه بقى ان شاء الله تعمل اكل ايه بكره، يلا اعملي معانا كمان هنعمل سلطه الدقوس دلوقتي، حكايه اللي بتتقدم مع الكبسه السعودي. هنعمل سلطه الدقوس جنب الاكل، مش هنعمل بقى سلطه خضراء النهارده. هي عباره عن سلطه الدقوس، هي عباره عن طماطم بتضربيها في الكبه، ما عندكيش الكبه يبقى هتعملي الحاجات دي كلها بالمبشره. حطيت هنا طماطم، وبشيل طبعا الحته اللي تحت دي، وبحط طماطم في الكبه بتاعتي، وهحط كمان فلفل، ممكن فلفل حامي، بس انا ما لقيتش عندي فلفل حامي، فحطيت قرن فلفل رومي، وهبقى اضيف شويه شطه. تمام، ما بتحبيش الحامي خلاص. وهنا 5 فصوص من الثوم، وهحط كمان شويه من البقدونس. في ناس بتحب تضيف كزبره خضراء، انا بحب اضيف البقدونس، وفي ناس مش بتضيف ولا بقدونس ولا كزبره، يعني تقدري تضيفي تقدري تضيفي وحطيت كمان ليمونه، تقدري تعمليها بس بالثوم، وحطيت كمان شويه من الخل، يعني كل الحاجات دي تقدري تعمليها وما تحطيش كزبره، مفيش مشكله، ولا بقدونس. حطيت شويه من الكمون والفلفل الاسود والكزبره الجافه، وحطيت شويه من الملح وشويه من الخل وعصير ليمونه والبقدونس والثوم والطماطم وقرن الفلفل، وكل ده ضربتهم في الكبه. هي دي سلطه الدقوس السعودي، سهلة وسريعة، وبتتقدم في أشهر المطاعم مع المندي، مع الرز البسماتي تملي، مع الكبسة بتتقدم معاها سلطة الدقوس دي تملي في أشهر المطاعم. تحفة تحفة، وطعمها أنا صراحة أنا وولادي بنحبها جدا، خصوصا لما بتيجي معانا المندي، يعني لما بنطلب أكل من مندي السلطان بيجي معاها سلطة الدقوس دي، بنحبها جدا، فأنا بعملها لهم لما باجي أعمل كبسة بقى بعملها لهم. سهلة وسريعة وطعمها في نفس الوقت حلو جدا. هنا اللحمة بتاعتي بقى بدأت تستوي، بشوفها كده لقيت اللحمة بتاعتي بدأت تستوي حلوة جدا، اللحمة استوت وريحتها حكاية. هبدأ بقى اضيف لها مية علشان خاطر نعمل الرز بتاعنا. بس الاول حاجة هشيل اللحمة، طبعا اللحمه استوت بس مش استوت السوا اللي هو الجامد، يعني تخليها كده ناقصه بتاع حوالي 5 دقايق كده في السوا، تكون ماسكه نفسها شويه، لان لسه هنحطها مع الرز وهتكمل سواها مع الرز، يعني مش 3/4 سوا، لا اكتر من 3/4 بشويه، يعني تكون ماسكه نفسها برده وفي نفس الوقت طريه كده.
علشان لسه هتتحط كمان مع الرز. شلتها وحطيت حوالي 3 4 كوبايات كده من الميه، وحطيت معاهم كوبايتين من الرز البسمتي علشان نعمل بقى شويه الكبسه الحلوين بالرز باللحمه تحفه، كله في حله واحده كده مش هتوسخي حاجه. قلبت كده وحطيت ملح. انا طبعا كل ده ما كنتش ضفت ملح نهائي عشان اللحمه تستوي بسرعه، يا ريت نركز في الحته دي اوعى تضيف الملح في الاول عشان هيخلي اللحمه تاخد معاكي سوا كتير. حطيت بقى اللحمه هنا على الوش، وهغطي بقى الحله بتاعتنا كده تمام لحد ما تستوي. هسيبها دلوقتي على نار عاليه لحد ما تغلي كده تبدا تتشرب. بعد كده هوطي عليها بالشكل ده، هي كده غليت وبدات تتشرب، هوطي عليها واسيبها بقى لما تستوي خالص. على العين التانية هنا حطيت شوية نص معلقة صغيرة من السمنة البلدي، وحطيت معاها شوية من السوداني وشوية من الزبيب. تقدري تحطي بقى مكسرات اللي انت عايزاها المتوفرة عندك. انا هو دول بس المتوفرين عندي حاليا، فانا حطيت طبعا لو في لوز لو في بندق لو في الحاجات دي هتبقى تحفة. وبدأت كمان اقلب في السمبوسة بتاعتنا. اكل خفيف. طبعا احنا بقى زهقنا من المحشي، كنا عاملين طبعا ورق عنب بقى وكرنب وحاجات كتير اول يوم، وقبليها بيومين كنا عاملين بقى مكرونه بشاميل وجلاش بلحمه مفرومه. فاحنا زهقنا من الاكل ده، فانا هعمل بقى اليومين الجايين دول اكل خفيف. مش بنحب الطبيخ خالص في رمضان. دايما لما بعمل الطبيخ بيترمي او محدش بيقدر ياكله في رمضان. فتملي كده هتلاقوا معانا ان شاء الله وجبات حلوه، تابعونا ان شاء الله. لو وصلت الفيديو لحد هنا حطي لايك للفيديو ده فضلا وليس امرا. بدات بقى اطلع في السمبوسه بتاعتنا، خدت اللون الذهبي، بدات اطلعها بالجبنه. بتكون حكايه، انا بحبها بالجبنه اكتر من اللحمه، بتكون تحفه بجد. بدأت بقى خلاص كده، انا خلصت السمبوسه بتاعتنا، اديتها كده رشه بسيطه جدا من البقدونس كمنظر كده وشكل حلو. مش قادره اقول لكم ولادي بيتجننوا اصلا على السمبوسك، بيحبوها جدا. وحطيت كده شرايح من الجزر كمنظر، وخلصت كده طبق السمبوسك بتاعتنا. يلا بقى نغرف الرز بتاعنا اللي اتشرب وبقى جميل. شايفين انا بغرف ازاي؟ شايفين لما تحسي خلاص ان المغرب قرب يأذن هتلاقوني بغرف بطريقه رهيبه، يعني شايفين الحله كده على طول كأني بغرف محشي. حطيت كده، قلبت الرز في الطبق في السرفيس بتاعنا، وحطيت اللحمه كده على الوش. طبعا بنشيل اللحمه الاول من على الوش طبعا، بس انت بتاخد مني الاكل وبتحط بقى على الترابيزه عشان المغرب قرب يأذن. رصيت كده اللحمه بتاعتي كلها على وش الطبق. مش قادره اقول لكم على الريحه والجمال، طعم مفيش بعد كده. حابه طبعا تحطي كده زي ما انا حطيت بقى عود القرفه كده كمنظر، حطي عود القرفه في النص، وبعد كده حطي بقى المكسرات بتاعتك اللي انت عاملاها. مش هقولك بقى الزبيب وكذا، لا، المكسرات اللي انت عايزاها وحباها حطيها. مش عايزه تحطي مكسرات خالص مفيش مشكله. طبعا لو في سونيبر بقى ولوز والحاجات دي بتكون تحفه. كده الطبق بتاعنا خلص. هروح بقى كده نحط الخشاف بتاعنا اللي احنا كنا عاملينه، لان المغرب خلاص كده هيأذن. هنعبي بقى الخشاف بتاعنا، بقلبه بس كويس جدا عشان قمر الدين تحت بيبقى مركز.